السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبك. النهاردة النادي الأهلي اتعادل مع المصري 0-0. تعالوا نشوف ازاي ده حصل. أول حاجة هنتكلم عليها هو محمد شريف. المفروض إن هو لابس تيشيرت أحمر وشورت أبيض وبيلعب في فريق النادي الأهلي. على فكرة محمد شريف، أنت المفروض تغير الطقم بتاعك وتروح تلعب مع المصري. محمد شريف ما عملش بربع جنيه النهارده مع النادي الاهلي ولا اي حاجه خالص. محمد شريف النهارده موجود ومش موجود اصلا. انا مش عارف ايه الكور اللي انت بتلعبها دي يا جدع. انا عمري ما شفت في حياتي لعيب يعني الكرة لسه ما جاتلوش وما استلمهاش وبيرجع بداره وبياخد اللعيب. عمري ما شفتها دي اصلا، عمري ما شفتها. بس هنقول ايه، كان الله في العون. تاني حاجة، هو انت يا عم قفشه فاكر الجون؟ بص انا هفكرك ان شاء الله هتفتكر، ان شاء الله هتفتكر يا قفشه. فاكر الجون بتاع القاضي يا ممكن وشاط الكرة وجول بتاعت نادي الزمالك؟ يا عم انت رايح انفراد، كورة رايح بيها انفراد ووشك للجون، مش جاي بزاوية، يعني جاي من نص الملعب، انفراد من نص الملعب، يعني زوايا الجون كله قدامك، تعمل فيها اللي انت عايزه، تعمل فيها اللي انت عايزه. مفيش بربع جنيه ثقة؟ يعني انت قلت تضمنها فتديها لحسين الشحات؟ اصلا حسين الشحات ما كانش متوقع ان انت تلعبها له، دي اول حاجة. ولما جه شاطها مفيش اي حاجة، هو بيشوطها وهو واقع، اصلا بيشوطها وهو واقع. انا كلامي كله على الكرة دي بالذات. النادي الاهلي اصلا ضيع مليون كورة، ضيع مليون فرصة محققة بهدف للنادي الاهلي. الكرة دي بالذات اللي مستغربة، انا هتجنن، انا هتجنن يا قفشه، حرام عليك والله العظيم. كرة زي دي ما ينفعش، دي مصيرها الجون، الكرة دي جون، ما تتبصاش الكرة دي، ما تتبصاش يا قفشه، حرام حرام حرام. انا عايز اعرف بقى مين اللي جاب صفقة شادي حسين، يعني وكيل التعاقدات بتاع النادي الاهلي اللي احنا نعرفه، هو ده اللي جاب الصفقة دي؟ هو شادي حسين انت ايه؟ هو النادي الاهلي كده خلاص يا جماعه؟ اي حد بيلعب في النادي الاهلي، اي حد واي لعيب كده خلاص دي صفقه تبقى في النادي الاهلي وخلاص؟ يا خطيب، يا خطيب افتح، يعني افتح الليمت يا خطيب، فكك من القرمطه دي، فكك من القرمطه دي، هات صفقات نضيفه، هات صفقات نضيفه يا رب. الصفقات اللي انت جايبها يعني تبقى في النادي الاهلي، يعني تبقى حاجه كويسه، مروان عطيه ولا كريستو ولا الناس دي، يا رب، عشان احنا اتخزوقنا. ولا برازيلي وابيض بدقن سودا ده؟ انا عمري ما شفت برازيلي ابيض وعنده دقن سودا يا جدعان. ده مش برازيلي اصلا، ولا عنده فكره، ولا في فكره اصلا، ولا في اي حاجه. برونو سافيو موقع النادي الاهلي، موقعه. حكم المباراه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، تمام؟ الراجل ده لازم يتحاسب. ادى 6 دقايق وقت بدل ضايع، تمام؟ في ال6 دقايق دول من اول ما ابتدوا الجون بتاع المصري وقع بتاع اكتر من 3 دقايق. في ال6 دقايق الوقت بدل ضايع، مفيش، جت الدقيقة 6 من الوقت بدل ضايع وقام مصفر. دي أول حاجة. اللعيبة راحت تتكلم معاه، 3 لعيبة، 3 لعيبة من النادي الأهلي رايحين يتكلموا معاه عادي، محدش قال أي حاجة. يقوم عامل إيه؟ مطلع إنذار لمتولي عشان ما يلعبش ماتش القمة الجاي في الدوري. يا جدع حرام عليك، انت ما بتخافش ربنا؟ هي المنظومه دي هتفضل طول عمرها كده منظومه فاسده؟ مفيش اي حاجه خالص المنظومه دي بتعملها لله او تمشي بعد ربنا ابدا. انا اراهن ان كابتن سيد عبد الحفيظ لما جه اتكلم معاه ما قالوش اي حاجه، ولا قال له لفظ وحش، برضه عم مطلع انذار وعم مديله لكابتن سيد عبد الحفيظ. هو في ايه يا عم، في ايه؟ انت اساسا يعني الحكم ده ما ينفعش، انت لا تصلح لاداره مباراه لاي ماتش في الدوري. مش هقول لك للنادي الاهلي بس، ولا اقول لك للنادي الزمالك،
يا عم انا مش عايز اقول ان انت زملكاوي او انت مثلا من جواك مثلا بتعمل كده عشان انت زملكاوي ولا اي حاجه، لا انت لا تصلح لاداره مباراه، حكم لا يصلح، غير مؤهل، انت حكم غير مؤهل. قبل ما اختم بس في لقطه صغيره لقفشه في كوره فاول للنادي الاهلي من قبل خط ال 18، تمام؟ انت ليه يا قفشه راح تشوطها انت؟ اكذا انت اصلا يا قفشه في الميس باص اللي هو عادي في الملعب، ميس باص عادي بتطلع كرة غلط من رجلك، راح تشوط كرة زي دي؟ ما تسيب يا عم علي معلول يا عم، على الاقل الراجل ده رجله معدوله شويه، رجله معدوله شويه، راح تشوطها ليه؟ انت بتشوطها ليه يا قفشه اصلا؟ طب هل دي تعليمات ان انت الكور الفاول تشوطها انت؟ كور الثابته وضربات الجزاء يشوطها علي معلول ولا ايه؟ احنا مش فاهمين. بعدين الواد اللي هو في المصري اللي هو الجزائري ده، انا مش عارف الواد ده فيه ايه. يعني خد برونو صافيو واحده، وقام خد برضو مش عارف مين جوه في ال 18 وقام عدل وقام حاططها في البعيده. هو الواد ده فيه ايه يا جدعان؟ مفيش حد عارف يوقفه؟ وانت ما يعني لا اسمه ايه ده، لا محمد متولي ولا جوه مثلا عمرو السوليه ولا اي حد عارف يوقف الواد ده في الماتش خالص. الواد ده مضايقني جدا، اقسم بالله الواد ده مضايقني قوي. هو جامد حق ربنا، الواد لعيب، الواد جامد جدا حق ربنا، بس انا كواحد بشجع النادي الاهلي لازم أنا اكون متضايق. الواد يعني الواد مش عارف الواد بيعمل ايه، الواد بياخدكوا كده كده كده، الواد عمال ياخدكوا كده. انا شفت كوره عمري ما شفتها في لعيبه النادي الاهلي مع الواد ده، النهارده شفتها. الواد واقف بيعمل كل اللي هو عايزه ومفيش حد خايف، يعني الناس اللعيبه خايفه تخش عليه، اللعيبه خايفه تخش عليه، لا تترقص ولا تلبس كوبري مثلا. الله يمسيك بالخير يا اكرم، الله يمسيك بالخير يا حبيب قلبي وترجع بالسلامه. ارجل واحد شفته في النادي الاهلي اكرم توفيق، لا كان هيفرق معاه الواد الجزائري ده النهارده ولا اتخن تخين في المصري كان هيفرق معاه. عندك فرصه النهارده، كان عندك فرصه تبقى فرق النقط ما بينك وما بين نادي الزمالك 7 نقاط، ضيعتهم من ايدك. طب ليه؟ انا مجنني يا جماعه، اقسم بالله ما قادر انساها لغايه دلوقتي ولا اطلعها من دماغي. كوره قفشه، انت رايح انفراد يا قفشه، انفراد صريح. عارف انت لو كوره مثلا جايه من زاويه، مع ان اللعيبه اللي هي التوب بتخلص من زاويه من اي حته، دي انت رايح من نص الملعب. يعني الجول يوم ما هيطلع لك هيفتح لك يا زاويه دي يا اما الزاويه دي، قدامك تركن جون شارع، جون شارع يابا، ومحدش يقول لي انت مش في الملعب. يا جدعان ده لعيب يا جدعان، المفروض ان هو سوبر لعيب كبير، ده قفشه لعيب كبير، المفروض كور زي دي يكون مخلصها تخلصها. قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله ربنا يوفقنا في اللي جاي. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وانتظروني في فيديوهات تانية كتير. ولو انت مش عندي في القناة انزل واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وما تنساش لو الفيديو ده عجبك اعمل لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.